السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه اسباس سوميه. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الوجبه خفيفه ديال الغداء. غادي يكونوا فيها لي سكالوب ديال لاداند ولا شرائح الديك الرومي لاداند بلي شامبينيون بلا كريم فريش. اذا غادي نشوفوا اولا المقادير ديال هاد لاصوص كيفاش تنحضروها ديال لي شامبينيون البيضين ولا كريم فريش، ومن بعد نشوفوا لاداند. اول حاجه في هاد المقله انا غادي ندير البصله. عندي هنايا جوج بصلات، من الاحسن نديروا البصله بيضاء. انا ما عنديش بيضه كامله، انا كملتها بهاد البصله الحمراء، ولكن من الاحسن تكون بصله بيضاء. دونك هنايا جوج بصلات بيضين، غادي نزيدو عليهم شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وسكينجبير، غادي نزيد معاه هنايا نسيت هذا البورو مقطع، اللي بغى ما بغاش غادي يدير غير البصله البيضاء. خلطوهم. شي هنا من الاحسن تكون البصله كلها بيضاء باش ما تجيش هاد البصله حمراء، تجي شويه كحله ملي تطيب تتكحل. غادي نزيد شويه ديال الزيت، اذا هاد البصله ديالنا غادي نغطيوها نخليوها تشحر. نعاودو نطلقوها. اذا هنايا البصله ديالنا هي تشوفوا تشحرات، غادي نقص عليها شويه سلطه. غادي نزيدو هنايا لي شامبينيون ديالنا مقطعين. هنا تقريبا ندير انايا كيلو الا ربع، ولكن نتوما غادي ديروا على حسب عدد الاشخاص اللي غادي تطيبوا لهم. غادي ندير هنا انا واحد الكاس ديال الماء، غادي نغطي المقله ديالي ونخلي لي شامبينيون يطيبوا. اذا كما كتشوفوا هنا عندي انايا الشامبينيون ديالي دابا راه تيطيب. هادو لي زاسكالوب ولا شرائح ديال لادان ديال الديك الرومي. قبل ما هادو غادي نديرو وسط منهم الفرماج، هذا فرماج ساندويتش، وغادي نقليوهم بالبيض وبلا شابلور. هاد لي طرونش هادو ملي تيكونوا مقطعين تيكونوا هكا بلاط، غنديروهم في بلاستيكه بحال هادي كيف ما شفتهم، وغناخدو المدلك ديالنا ونوركو على لي سكالوب ديالنا مزيان حتى يتسبح. بهاد الطريقه هكا انا باش حيدتهم كلهم. ناخذ حنا دونك لا طرونش ديالنا نحطوها، وغنديرو ليها شويه ديال الملحه، شويه البزار، وشويه ديال سكينجبير. وغادي نديرو فيهم من بعد غادي نرجعو باش نشوفوا غادي حتى طيب لينا لاصوص ديال الشامبينيون، عاد غادي نديرو فيهم هما الفرماج ونقليوهم باش يبقاو سخان. اذا هذا الشامبينيون ديالنا دابا راه طاب. غادي نزيدو فيه واحد 2 معالق ديال الطحين، الطحين هذا باش
تيتقل لينا لاصوص. وغادي نزيدو فيه هنايا 250 غرام ولا مليلتر ديال لا كريم فريش. غادي نخلي الشامبينيون ديالي انا يكمل هاد لاصوص طبخ شويه طيب. وكيف ما كتشوفوا هنايا انا راه درت الفرماج وسط هاد لي زيسكالو. دونك كناخذوا ورقه وحده ديال الفرماج، الا خارجه راه ماشي مشكل تنطويوها شويه غير في الجناب باش ملي نقليوهم ما يخرجش لينا. نطويوها بحال هكا ونكملوهم. دابا غنتسناو غير لا كريم فريش طير طيب تطبخ، ونعاودو نتلاقاو باش نقليو لي زيسكالوب. اذا هنايا طبخات لا كريم فريش وتقالت ليا انايا لاصوص. اذا هذا الصوص ديالنا ديال الشامبينيون راه واجده. غادي نحيدها دابا ونتلاقاو باش نقليو لي زيسكالوب ديالنا. اذا هنايا حنايا درنا الزيت سخنات. غادي نبداو ناخذوا لي زيسكالوب ديالنا نديروهم في البيض مزيان، ندوزوهم مزيان. نديروهم في لا شابلور. وغادي نحطوهم يتقلاو. غادي نكملوا بحال هكا الكميه كلها اللي عندي، ونعاودوا نتلاقاو في التقديم النهائي ديال لو بلا ديالنا البسيط ديال الغدا ديال اليوم. السلام عليكم. اذا غادي نقدم لكم دابا التقديم النهائي ديال الطبق ديالنا. هذه لاصوص ديالنا بالبيشاميل ولا كريم فريش، وهادو لي زيسكالوب اللي ما تشوفوا الفرماج كيفاش تيجي فيهم الداخل. معاهم هنايا مطيشه طوماط سوريز طيبه في الفران بزيت العود والقزبور يابس والزعتر. هذه شلاضه المغربيه التقليديه والبطبوط ديال الزرع. كنتمنى هذه الوصفه الخفيفه سهله تعجبكم وتجربوها، وبصحه وسلامه وشكرا.